اهلا وسهلا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بالف صحة وبالف خير. هذا الفيديو كتير كتير انا مبسوطة اني لقيته. هذا الفيديو ايام ما كنت لسه في غزة، لقيته متصور عندي من زمان، فقلت هنزل الوصفة واشاركها معاكم. كنت هنا عاملة طاجن صبيط بطريقة كتير كتير زاكية، وممكن تاكلوه بالخبز او يكون معاه رز. فيلا نشوف المقادير والطريقة. رح نبدأ. اول اشي عندي بالبصل، بقطع بصل ناعم كتير، يعني بقطع البصل هيك ناعم، او اذا عندك في الكبة فروميه بالكبة عادي. انا هنا كان عندي راسين بصل قطعتهم ناعم، وعندي بندورة برضو قطعتها، وفلفل اخضر اللي هو فلفل حراق. والفلفل الاخضر هذا حسب الرغبة، لو بتحب الاكل يكون حراق وسبايسي. وببلش هنا اقطع في البندورة، تقريبا كان عندي 6 حبات بندورة قطعتهم. ايوه، كان عندي هنا 6 حبات بندوره قطعتهم، بس هم كانوا كتار شويه البندوره. يعني اخر الاكله اكتشفت انه كان لازم او ممكن احط 4 حبات، وكان كفايه. عشان البندوره بتطلع ميه يعني بتطلع ميتها. فحسيت المرقه الصوص كان عندي زياده. بس الواحد بيطبخ، اطبخي وتعلمي، واذا ما زبطتش معك من اول مره بتزبط من تاني مره. يعني جربي. جربت انا مثلا، هلا جربت عرفت اني مش هحط الكميه البندوره هاي. الواحد بتعلم برضو من اخطائه، من التجارب اللي بيعملها. هنا عندي السبيط انا جبته وصرت اقطعه هيك زي اقلام، زي ما انتم شايفين هنا عندي. قاعده بقطعه هيك زي اقلام، طبعا كله حتى هذه ال مش عارفه شو اسمها بس برضو قطعتها. وهنا قلبه يعني الجسم نفسه. صبيت احنا بنسميه حباري عشان بيبقى فيه حبر ازرق. وببلش اقطع فيه هيك لحد لما اقطعهم كلهم. هي طريقته كتير سهلة، ما خدتش معايا ربع ساعة يومها بتذكر. كتير كتير كان طريقته سهلة، وكتير طعمه زاكي. ممكن تعمليه بطريقة تانية، تقليه، تعملي له كفر دقيق وبهار وشوية بيض، وتقلبيه وتقليه، يعني يكون مقلي، وتحطيه في سندوتشات مع صوص طحينة، مع صوص مايونيز، بيطلع كتير زاكي. بس أنا هنا محمد بيحبه كتير طاجن. زي ما انتوا شايفين هنا انا خلص قطعت كل المكونات تبعتي. على العين اللي مولعة هناك كنت بعمل رز. وهنا رح ابلش بالبصل. هاي الخطوة انا بحب اعملها في كل اشي. بحب احط البصل على الطاسة السخنة، واحط عليه رشة ملح، واخليه يدبل بهدوء. بحسه بيعطي الاكل طعم في مكان تاني. يعني بيبقى اذكى خطوة ممكن تعمليها تبدي فيها. تحطي البصل ورشة ملح، وتسيبي البصلة تطرى معاكي شوية. اول ما البصلة تطرى بتنزلي بالزيت، وبنضل نقلب لحد ما اضيف الزيت. ما تتصوروش كمية الفرحة اللي انا كنت فيها لما لقيت الفيديو القديم هذا عندي. انبسطت كتير فيه، وقلت لازم امنتجه بسرعة وانزله. يعني الوصفة بقالها اكتر من سنتين محطوطة على الموبايل، وانا نسيها خالص، مش عم بنزل في الاستوديو لتحت اني اشوف اللي انا مصوراه بالاول. هلا راح اضيف الزيت. زي ما انتم شايفين هنا معايا هضيف الزيت، وراح اقلب. وبعتقد كان الزيت كده على اخره أزمة الزيت بادية معنا من زمان، وبضل أقلب. أكلة السمك، محمد كتير بحب أكلات السمك. آه، مقلي بالفرن، طواجن زي هيك. يعني احنا بنفضله، عشان هيك بتلاقوني دايما بطبخه أكتر إشي هنا. بصراحة يعني زاكي ومغذي واحنا كلنا هنا بنحبه. ببلش أقلب فيها وبالشكل هذا. برضو أنا ومحمد عنا السمك ذكرى خاصة. يوم الفرح تبعنا أول عشاء تعشيناه مع بعض كان سمك. كان سمك دينيس مقلي، وطواجن صبيت وجمبري. وعشان هيك كان له ذكرى مميزة عنا. يعني كل ما نحتفل في ذكرى زواجنا لازم نتعشى في نفس اليوم سمك. هنا بحط الصبيط في على البصل والفلفل، وبقلب. الصبيط مش هياخد معايا وقت، 3 4 دقايق، وبيكون هتلاقي انه لونه الابيض غمق وشد شوية، يعني صار شكله شادد. زي الجمبري لما تقليه مش بتحسي لونه صار اورنج وهيك، صار عامل شكل دائري. وهذا نفس الاشي، هتلاقيه شد معاكي ولونه تقل شوية. وبفضل اسيبه كده على النار لحد لما
يستوي معايا الصبيط، وزي ما قلت لك مش بياخد وقت. وبعدين بنزل عليه بالبندوره. اوعك تسلقيه، ده ما بيتسلق. زي ما انتوا شفتي عندي بتقطعيه وبتنضفيه كويس وبتقطعيه وبتحطيه على ياخد صدمه مع البصل والفلفل الاخضر اللي معاكي. وببلش اسيبه هيك على نار هادي عبال ما يشد معايا ويستوي. زي ما انتوا شايفين هلا انا سايباه على النار ومدياه وقته علشان تشوفوا معايا كيف السبيت رح يبلش يشد ويتغير بشكله، يعني زي كأنه يصير كأنه في لفة صغيرة ولونه يتقل. وانا مبسوطة كتير اني عم بنزل فيديوهات، رجعت للقناة من تاني. بتمنى مشاركتكم معايا تزيد وتتفاعلوا معايا على القناة اكتر. طبعا السفر لما تبقى في مكان ومسستم حالك في مكان وتنقل على مكان تاني، هذا بياخد منك وقت انك تستقر وانك تدير يومك صح وتشوف ايش اللي عليك لازم تخلصه. فهذا اخد مني وقت بصراحة بالاول، لحد لما انا قدرت ارتب اموري وارتب وقتي واعرف كيف انا اوازن بين في البيت مثلا ومع وقت محمد، لحد لما قدرت ارتب معايا الامور. وهنا زي ما انتوا شايفين خلص هيك انا شايفاها صارت تمام. راح نديها تقليبة كمان سريعة هيك ونضيف لها البندورة. الأكلة هاي كتير بصراحة زاكية ومش مكلفة. احنا عنا هنا السبيط الكيلو ب200 جنيه. آخر مرة شريته بغزة والله ناسية قديش بالضبط كان سعره، بس هنا عندي هلأ في اسكندرية آخر سعر شفته كان الكيلو ب200 جنيه. وبنضيف البندورة وبنسيبها لحد لما تدبل معايا. هنا وبضيف لها كمان معلقة صلصة عشان تقل لونها، تديني اللون الأحمر النبيتي. بس اللي غلطته أنا هنا بالفيديو، طبعا الواحد بتعلم من أخطائه، عشان هيك بقولكوا جربوا واغلطوا وتعلموا، لأنه ما راح تتعلمي إلا لما تعملي الإشي بإيدك وتجربي. إنه كان البندورة كتيرة، كان لازم المفروض أعمل 4 حبات وخلاص، أو أقلل كمية البندورة أو أكب من ميتها. بس الواحد زي ما بقولكم مع الممارسة ومع العمل دايما بتعلم. هنا راح اضيف لها هلا معلقة صلصة عشان بس تتقل لونها، تديني لون اللي هو النبيتي الغامق. وبقلبها معاها، مش محتاجة انك تضيفي لها مي، لانه مية البصل ومية البندورة هي كفيلة انها تستوي الاكل. وببلش اقلب فيها. طبعا البهار اللي بنحطه ملح، فلفل اسمر، كمون، شطة، بابريكا، الاشياء اللي زي هيك ممكن اللي احنا بنحطها في بهار السمك. وهنا بعد ما تركتها على الغاز 10 دقايق طلعوا كيف عندي اتسبكت ويعني صارت البندورة دايبة. راح اضيف البهار زي ما قلت لكم، شطة انا هنا كنت حاطة شطة، بابريكا، ملح، فلفل اسمر، المنكهات اللي بتحبي تضيفيها وبتحبي طعمها يكون ظاهر معاكي ممكن تضيفيها. هنا حطيت برضو فلفل اسمر، بس مش هنكتر ملح لاني انا كنت حاطه ملح على البصل، ما ننساش النقطة هاي. هنا حطيت شوية كمون وبقلب هلا البهار كله مع بعضه. وهنا برجع بحط اخر اشي الملح وخلاص. هلا بالنسبة للمية اللي انتوا شايفينها هي انا بقولكم كانت معي كتيرة، كان لازم انقص منها شوية. وراح هلا اقلب البهار مع بعض وراح نحطها على الفرن ب اللي بنقول عنها الفخارة في غزة او الكرام يعني. وراح احط فيها طاجن السبيط زي ما انتم شايفين هنا عندي. بديها كمان تقليبة هيك. طبعا الريحة رهيبة، كتير كتير حلوة. هاي كمان ممكن تنفع معاكي في عشاء، ممكن تنفع معاكي في غدا، ممكن تعمليها جنب مثلا لو انت عامله عزومه وفي عندك بدك تعملي عزومه اسماك، كذا نوع سمك مشوي او مقلي تحطي من الطواجن هاي برضو بتكون زاكيه جنب الاسماك لو عندك عزومه عامله سفره كبيره. بس انا يومها عملتها للغدا وكنت انا ومحمد بس يعني. فهلا
بحاول اخد البندورة والصبيط واحطهم بالفخارة تبعتي، وبحطها على الفرن شوية تاخد وجه، وبترشي عليها كمان رشة سمسم لو بتحبي. بس انا يومها ما حطيت سمسم، مش فاكرة ليش، ما كانش عندي او محمد ما بيحبه، مش فاكرة والله. لانه انا بقولكوا الفيديو هذا انا مصوراه تقريبا من سنتين وكنت ناسياه خالص. كان في الجاليري ما متصور اخر اشي، وانا ما كنتش اساسا شايفاه، يعني لقيته بالصدفة وانا بمسح الصور القديمة وبوسع بذاكرة الجوال، فلقيت الوصفة هاي انا كنت مصوراها. وبحطها بالفرن تاخد هيك وجه زي ما انتم شايفين هنا، وهيك بتكون الوجبة عندي خلصت. اكتبوا لي بالتعليقات لو بتحبوا اعمله بطريقة تانية، ممكن اعملكم اياه هنا مرة تانية. وممكن تكتبوا لي بالتعليقات اي وصفات تانية بتحبوا اعملكم اياها. ونفس الطريقة هاي نفس المقادير ممكن نستبدل الصبيط بالجمبري، برضو بيكون طعمه كتير زاكي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وسلام.